السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الكرام. مرحبا بكم اليوم معنا في وصفة أخرى من وصفات شهوات مريم نور. وصفة اليوم عبارة عن طاجين مغربي 100%. طاجين سهل وبنين بزاف، متكون من السمك والجزر. نتمنى ينول إعجابكم. طريقته سهلة وبسيطة. غادي نحتاج لقطع سمك الميرلان أو أي سمك متوفر عندكم، شرائح رقيقة من الجزر كيف ما كتلاحظوا، مبشور ديال حبتين من الطماطم كبيرتين، كزبر ومعدنوس مفرومين فرم ناعم كيعطيو واحد اللذة رائعة. والتوابل اللي غادي نحتاجو هنا، غادي نحتاج الملح، كمون، زنجبيل، كركم، تحميرة أو البابريكيا، كزبر جاف مطحون، فلفل أسود، وورق سيدنا موسى أو ورق الغار. نحتاج كذلك العصير نصف ليمونة حامضة، غادي يعطينا واحد المذاق كيوالم. وهنا غادي نحتاجو الحار وشرائح من الحامض. عندنا هنا فصين من الثوم محكوكين، وزيت الزيتون طبعا، كأس من الماء للتمريق. نمروا على بركة الله. نجهزوا الشرمولة اللي غادي نشرملو بها الحوت ديالنا او التتبيله اللي غادي نتبلو بها الحوت ديالنا. غادي نضيف اولا القزبر والمقدونس اللي مقطعهم فرم ناعم، غادي نضيف عليهم الثومه مبشوره والتوابل سالفه الذكر من ملح، كمون، تحميره، زنجبيل وكركم وقزبر جاف. وما نساوش الفلفل الاسود. هنايا ما درتش الهريسه، لمحبين الطعم الحار يضيفوا القليل من الهريسه. ضفت عصير الحامض والقليل من الماء باش غادي نمزج العناصر اللي عندي. ونضيف القليل من زيت الزيتون كذلك. هاد الشرموله كتجي رائعه وكتوالم السمك. كيف قلت لكم، الطاجين غادي يكون سهل وبسيط بمكونات متوفره في اي بيت، وتمدة العمل ما غاديش تضيعوا شي وقت كتير، يعني سريع التحضير. نخلط مزيان التتبيله ديالي كيف ما كتلاحظوا مع الدعك باش التوابل كلها تمتزج مع بعضها البعض. هنا غادي نضيف القليل من الهريسه اللي ما درتهاش في الاول، غنضيفها دابا. هذا طبعا لمحبي الطعم الحار، اما الناس اللي ما تيبغيوش الحار ما يضيفوهاش. بعد ما مزجت التتبيله جيدا، غادي نحتفظ بواحد الملعقتين كبيرتين كيف ما كتلاحظوا. الباقي غادي نتبل فيه السمك اللي عندنا، تنحاولوا نمرغوه جيدا باش يتبل. غادي نتبل الشرائح كامله اللي موجوده عندي. ونرجع معكم من بعد. هنا بعد ما تبلت الشرائح كلها غادي نخليها تشرب التتبيله، ونمروا لمرحله تهيئ الطاجين. في الطاجين غادي نضيف اولا
مبشور الطماطم كيف ما كتلاحظوا. غادي نضيف اوراق الغار اللي ذكرتها لكم من قبل، اي ورقه سيدنا موسى، وغادي نتبلو ديك التتبيله اللي حيدت من قبل اللي خليتها جانبا. نحاولوا نحركوا مع الطماطم باش تبل حتى هي، ونضيف عليها اخيرا الجزر. خطوات سهله وبسيطه وغير مكلفه. نتمنى تجربوا هاد الطريقه، غادي تعجبكم بزاف بزاف. وهاد الطاجين كيجي بنين ولذيذ بزاف رغم انه سهل وبسيط. نحركوا الجزر ديالنا جيدا باش يتشرب التتبيله كيف ما كتلاحظوا. نخليوه يتشرب التتبيله جيدا ويتلبس بها حبه بحبه باش يجي لذيذ وبنين. وغادي نخلي الباقي للآخر. غادي نستف أو نرص السمك ديالنا فوق الجزر. كيف ما كتلاحظوا الطريقة سهلة وبسيطة، ويقدر حتى المبتدئين يجهزوه ويطلع لهم غزال بنين شهي. غادي نمرقوا بالماء اللي بقى، التتبيله اللي بقات لينا، ونضيفوها من الفوق. غادي نزين بشرائح الليمون الحامض، كل واحد يزين بالطريقه ديالو. انا غادي ندير على شكل ورده. وغادي نحط من الفوق الحار اللي عندنا، الفلفل الحار. ودابا غادي نمروا به لمرحله الطهي. غادي نديرو على نار مهيله. اللي بغى يطيبو فوق الفاخر يطيبو، واللي بغى يطيبو فوق البوطه يطيبو. انا هنا ضفت القليل من زيت الزيتون اللي غادي يعطينا واحد الطعم رائع في الطبق ديالنا، غادي يجي بنين بزاف. وكيف قلت لكم غادي نمروا الان لمرحله الطهي. اخواني كيف ما لاحظتوا الطاجين ديالنا ها هو دا فوق النار تقريبا نضج. اعزائي الوصفه ديالنا ها هي بعد ما جهزت، كتجي رائعه وبنينه وغزاله، ريحتها يا سلام. اعزائي نتمنى تجربوا هاد الطاجين البسيط والسهل والمذاق ديالو ولا اروع. اعزائي الى عجبتكم الوصفه ديالنا ما تنسوناش كما العاده من جيم وابوني وتفعيل الجرس، وخليوا لينا شي تعليق محفز باش نقلب لكم دائما عن الجديد. الشهية طيبة ودمتم سالمين، الى اللقاء.